بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا كنت اتكلمت يا جماعة في اللايف اللي كنت عملته النهاردة عن عرض العيد، اديت نبذة كده صغيرة عن عرض العيد. وبالطبع اللايفات مش كتير يعني بيسمعها زي الفيديوهات اللي أنا بنزلها، أو كتير من المتابعين عندي ممكن ما يكونش عارف أصلا إن أنا عملت لايف. فحبيت إن أنا أفردها في فيديو كده زي ما قلت لكم في اللايف إن أنا هعمل لها فيديو لوحدها. العرض يا جماعة، البير على 70 فدان. البير على كام فدان؟ البير على 70 فدان بس. البير تاني نمرة من الأسفلت، يعني احنا قدامنا 100 فدان، احنا تاني نمرة من الأسفلت. البير الأرض بينها وبين بلاط حوالي 3 كيلو. يعني حضرتك بتبقى واقف في الأرض كده وشايف بلاط، يعني على طريق منفلوط. وكلكم عارفين طريق منفلوط ده، يعني بينك وبين أسيوط ساعتين، ساعتين تنزل على دماغ الأرض. آه، الأرض خامتها طامية. الأرض جنبها مزروع من الناحية دي ومن الناحية دي ومن الناحية دي، 3 نواحي الأرض مزروعة جنبه. الزراعة ما شاء الله كويسة جدا، حوالين الأرض كويسة، خامة الأرض ممتازة جدا، تصلح لكل أنواع الزراعات سواء كان تشجير أو محاصيل. آه زي ما قلت لكم في الفيديو اللي قبل كده، الأرض أي فدان هتشتريه مني سواء في الأرض دي أو غيرها، الفدان اللي هتشتريه مني لو ما عجبكش بعد ما تزرعه انا باخده تاني. وزي ما قلت لكم مفيش اي شركه في الدنيا بتعمل كده. الفدان اللي هتشتريه ومش عاجب وما عجبكش انا هشيله تاني، هديك تمنه تاني، وانا ملزم بالكلام ده قدام الناس كلها. الارض لو عايز تستلمها زرع اسلمها لك زرع، بس الفدان هيزيد 10,000 جنيه زرعة برسيم، عشان برضو تبقى مطمن. احنا زي ما قلنا ان القرش جبان، وان الناس جايه بشقى عمرها، ففاهمين كويس قوي ان خطوه زي ديت بتبقى خطوه صعبه. فانت راجل عايز ت... تبقى ضامن قرشك، ادفع الفلوس، ما تستلمش الارض غير بعد الحشه الاولى. والفدان اللي ما يعجبكش قول لي ده مش هدفع فلوسه، ده اديني فلوسه، انا مش عايز الفدان ده. خلاص. اظن كلامي واضح جدا في النقطة دي، ومفيش اي حد بيعمل الكلام ده، كله بيبيع ويخلع. المية لو ما كفتكش الارض بتاعتي. الارض لو طلع فيها حاجة مملحة، حاجة نسبة خصوبتها قليلة، نسبة خصوبتها متوسطة مش هقول لك قليلة، انا هاخد الارض تاني. خلاص. وهيبقى بينك وبين الشركة ورق بالكلام ده، بس الشركة اللي هتزرع لك الزرعة الاولى، احنا اللي هنزرع لك الزرعة الاولى. لان في نقطة مهمة عايزكم تاخدوا بالكم منها. انا هبقى اعمل لها فيديو لوحدها كده، بس هنوه عليها كده تنويه صغير هنا. ان كل منطقة ولها سلوها في الزراعة. يعني انا لما كنت موجود في الفرافرة، انا قعدت في الفرافرة 4 سنين، جيت هنا في الدخلة بقى لي سنة. اللي انا ذاكرته كله في الفرافرة نسيته هنا لما جيت الدخلة. ليه؟ مش كل منطقة ولها سلوها في الزراعة، ومش عايزين نطول في الموضوع ده. خلاص. فانا مش هديك الارض انا ازرع لك الزرعه الاولانيه، هقف معاك في الزرعه الاولانيه، هقول لك اعمل واحد اتنين تلاته، وهشرف عليك في الزرعه الاولانيه. وبعد كده الفدان اللي مش هيطلع حلو انا ملزم بان انا اخد الفدان ده. خلاص. الارض هتبقى طاقه شمسيه. طب ليه مش هتركب كهرباء مع ان الكهرباء هتبقى جنبها؟ يعني الكهرباء داخله عندها في خلال شهرين بكتيره، قول 3 شهور هتكون الكهرباء على دماغ الارض، هتكون الكهرباء قدام البير الاولاني، البير اللي قدامها اللي على الاسفلت. هقول لك ليه يا سيدي. الارض لما تبقى مساحتها قليله دخل طاقه شمسيه افضل. يعني الارض لما تكون 70 فاقل دخل طاقه شمسيه احسن. الارض لما تكون 70 فدان فاعلى دخل كهرباء احسن. دي حسبه بالورقه والقلم. خلاص. يا رب يكون في تركيز. الارض 70 فدان وانت نازل دخل طاقه شمسيه احسن. الارض لما تبقى كهرباء 70 فدان وانت طالع ركب كهرباء، ما تركبش طاقه شمسيه. طيب.
انا راجل هشتري في الارض، انا عايز بقى مثلا ادخل اعمل مزرعة دواجن، عايز اعمل مزرعة حلاب مثلا على مستوى عالي، عايز اعمل مثلا اي مشروع من المشاريع اللي هي بيخش فيها حتة الكهرباء. انت الكهرباء جنبك، ممكن الجماعة بعد كده يلموا من بعض حشتين برسيم تدخل لنفسك الكهرباء، حشتين برسيم تدخل لنفسك الايه، تدخل لنفسك الكهرباء. آه... نتكلم على ايه تاني يا جماعة؟ الغاطس هيبقى 60، الطاقة الشمسية هتبقى 60 كيلو، ان شاء الله هتبقى 60 كيلو. ايه تاني ما اتكلمناش عليه؟ الارض اوراقها بالطبع مظبوطة، فمش عايزين نتكلم في الاوراق، هي شركة وهيتعمل لك تدخل في الشركة. آه... الاقساط بتاعت الارض، اقساط الارض، اقساط الارض عليك ولا علينا؟ انت شرطك بيضة. احنا لو قلنا اقساط الارض علينا يبقى الفدان هيتباع ب65,000، مش ب60. اي والله، الفدان هيتباع ب65,000، الفدان ب65,000 يا جماعة، لأن الأرض عليها قسطين، القسطين دول بحوالي 3,500. عايز تاخد الأرض ب60 وتدفع الأقساط، ادفع. يعني احنا نلم الأقساط كده، المهم الفدان ب60 وعليك القسطين اللي على الأرض، لأن أنا لو دفعت القسطين ده العملية هتخرم خالص، مش هتنفع. خلاص، خلاص يعني انت تعتبر ان الفدان هيبقى واقف عليك ب65,000. طب ب65,000 كده غالي؟ هقول لك مش غالي، ومش عايزين نتعب نفسنا كتير في كلمة غالي دي. ليه؟ البير لو على 100 فدان مش هيتباع بالسعر ده، هتلاقيني بكلمك في 50 و45. البير انت بتتكلم في كام؟ انت بتتكلم يعني الطاقة دي ما هتشغل 100 فدان، يعني بتاع ال 100 فدان اللي بيبيع في الفرافرة او بيبيع في الداخلة، ما هو بيبقى مركب طاقة 50 كيلو و60 كيلو. فانت بتبص تلاقي آه، في 30 فدان فرق، في 30 فدان فرق كتير جدا. انت بتتكلم في كام؟ في 30% من التكلفة زيادة عليك. دي نقطة. تاني نقطة، انا قلت لكم 100 مرة، لا مش 100 مرة، 150 مرة، ان الارض على طريق منفلوط بتتباع غالية. يعني احنا لما اشترينا من الشركة اشترينا بالغالي، فمش هينفع ان احنا نبيع رخيص خالص على طريق منفلوط ده. طريق منفلوط يا جماعة محدود، طريق منفلوط دوت هو حوالي 220 كيلو، لحد من اول الطريق لحد اسيوط حوالي 220 كيلو. ال 220 كيلو في دول لا يصلح للزراعة فيهم غير 30 كيلو، وبقية ال 190 كيلو لا يصلحوا للزراعة. أرض صخرة، الطريق أرض صخرة، واللي من الصخرة في الأرض وش المية فيه على 250 متر، فما يصلحش للزراعة. ما فيش حد هينزل في منطقة وش المية فيها يعني لازم تحفر بير 1000 متر ووش المية يكون على 250. فمش عايزين ندخل نفسنا في تفاصيل جانبية. الأرض على الطريق ده غالية جدا جدا جدا، ولسه هتغلى. والله يا جماعة واحد وصل فدان أرضه ل70,000 وما فيهوش أي حاجة غير بير، بير وبس، وبينطق في الفدان النهاردة 70,000 جنيه. فما تفكروش ان احنا بنبيع بالغالي، لا. الارض لو 100 فدان احنا هنتكلم في 50، ممكن في 45 معايا. اما البير على 70 فدان فدي بتفرق جامد قوي، لان انت لما بتشتري البير على 70 فدان بتشتري الارض غالية معايا. فدي ميزة، انت معروف انكم لو متابعين معايا في الفيديوهات هتبقوا عارفين ان الارض كل ما المساحة قلت على البير كل ما سعر الارض غلى. كل ما المساحة
قلت على البير كل ما سعر الارض بيغلى. يعني بير على 70 فدان مش هيتباع زي بير على 100 فدان، مش هيتباع زي بير على 200 فدان. معايا؟ المهم، ايه تاني هنتكلم فيه؟ لسه في حاجة تانية هنتكلم فيها؟ بس يا رب ما اكونش ناسي حاجة. احنا اتكلمنا على موقع الارض وخامة الارض والبير البير 140 متر، و90% من الابار اللي موجودة على الطريق ده من 120 ل 150. وش المية على 2 43، قول على 45. وش المية في المنطقة ديت على 45. 90% من الابار في المنطقة ديت من 120 يعني انت البير اللي جنبنا، البير اللي لازق فينا، البير اللي بيننا وبينه طريق 140 متر وطاقة 50، ومزروع فيه 150 فدان، ومعمول على 150 فدان. فانت شوف الفرق، شوف الفرق بين دي ودي. والبير اللي قدامنا هيبقى على 130 فدان، 135 فدان كمان. انت بيرك صغنون كده، يعني يا دوب كده، يعني حاجة كده تمام. الطاقة الشمسية هتعمل فيه شغل كويس ان شاء الله عز وجل. فالبير زي ما قلت لكم كده، اتكلمنا في الموقع، واتكلمنا في الاوراق، واتكلمنا في خامة الارض، واتكلمنا في سعر الارض، واتكلمنا في التجهيزات بتاعة الارض. الارض بالطبع هتبقى ري غمر، وهتبقى مواسير، نوع مواسير هيبقى كويس جدا، مش هيبقى وحش. زي ما قلت لكم الدرجة اللي بعد مصر النور على طول، لان مفيش حد بيحط مصر النور على وش الارض. 90% من استخدامات مصر النور بتبقى في الابار، مش في مش في البتاع المواسير اللي بتاعة الري اللي هي بتتحط فوق على وش الأرض دي. بس هتستلم الأرض سوبر لوكس، تجهيزات فوق المحترمة. لو أنت اللي هتعمل لنفسك مش هتعمل التجهيزات دي. طريقة الحجز بقى فوري، لأن المساحة صغيرة واللي مطلوب مني كتير. يعني أنا في ناس 50 واحد جايين لي بعد العيد، ومعيش دلوقتي جاهزين على الشغل غير 70 فدان، وفي 30 فدان كده في ناحية تانية. دول اللي جاهزين معايا دلوقتي. وانا زي ما قلت لكم قبل كده، الفتره اللي فاتت دي كان عندي ضغطة شغل، والله العظيم ربنا اللي يعلم بيه. الواحد ما كانش بيروح من الشركة 24 ساعة، يعني يعتبر كنت بروح على النوم بس، انام واصحى اروح الشركة لحد الفجر وانا قاعد في الشركة. والخارجة والفرف اتبهدلت الفترة اللي فاتت. فكل الأراضي، كل الأراضي اللي عندي خلصت الفترة اللي فاتت دي. ماشي، بعد العيد بقى هيبقى في شغل جديد. دي اللي موجودة دلوقتي، دي اللي موجودة حاليا. بس فطريقة الحجز، اللي هيعوز يحجز هبعت له رقم حساب الشركة يبعت الفلوس عليه. كل فيديو انتوا طيبين. واللي عايز يجي يبص يجي يبص، بس البصصان هيبقى بعد العيد، لان ما وعدكوش الفترة ديت. خلاص احنا خلاص انضغطنا، وانا اصلا اليومين دول بدور على شوية اراضي عشان الناس اللي هتجيلي بعد العيد. فمش هفضى ان انا للحته دي خالص دلوقتي. والاولويه اللي هيحجز الاول، اللي هيحجز الاول هو اللي الاولويه في الارض. كل فيديو وانتم طيبين، وربنا يصلح حالنا وحالكم. وجمدوا قلبكم يا جماعه، والله العظيم وربنا يعلم وشهيد ووكيل على كل كلمه بقولها، ان الارض دي هتاكل فيها احلى لقمه عيش. الارض دي لو فيها عيب واحد والله ما هنزلكم فيها. المية كويسة، التربة كويسة، الإمكانيات اللي أنا هعملها لكم في الأرض ممتازة. مفيش بس غير إن أنت تنزل تدفع الفلوس وتتوكل على الله عز وجل وتشتغل. بس الأرض عايزة فلاح، وأنت تاكل من وراها أحلى لقمة عيش. يلا سلام عليكم. حتة بقى قبل ما أقفل عشان السؤال ده بتسأله كتير. لو حد بره وعايز حد يزرع له الأرض، موجودة، دي موجودة، النظام ده موجود في الشركة إن شاء الله. يلا سلام عليكم.